بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. بمناسبة عيد الأضحى الجميل، طبعا اللحمة بقى والعظم والحاجات الحلوة ديت كتير عندنا الأيام دي. تعالوا بقى، رجعنا لكم تاني بأحلى فيديو إن شاء الله هيستفيدوا منه وهيفكوا أوي. هنعمل مع بعض أحلى شوربة نحصل عليها من اللحمة الجميلة اللي عندنا ومن العظم والحاجات الحلوة بقى بتاع العيد. حتة زبدة كده محترمة في الحلة وتسخن، بس ننزل باللحمة بتاعتنا بقى كده ومعاها حتة دهنة كده حلوة كده بقى، ومعاها حبة عظم بقى كده حلوين برضو يرموا العظم ويعملوا لنا أحلى شوربة ممكن ناكلها. وهتشوفي دلوقتي لون الشوربة تحفة معانا، ولو عملتها بالطريقة دي هتاكلي وتشربي أحلى لحمة وأحلى شوربة في حياتك. لازم تاخد صدمة باللون اللي انت شايفاه ده، وتقلبي بقى كده وتشوحي في الزبدة الحلوة اللي احنا حطيناها. ده العظم اهوت بوريهولكوا اللي هيعمل معانا احلى شوربه واحلى لون للشوربه جميل جدا. حبه بهارات بقى وحبه لورا وحبهان وكباب الصيني وكل الحاجات الحلوه اللي بنحطها حطيها، ونشوح كده مع بعض الكلام ده كله كده مع بعض، ياخد بقى ويدي كده مع بعضه لحد كده ما الزيوت العطريه الحلوه بتاعت بهاراتنا تبدا تظهر معانا وتتشوح تمام كده معانا. نجيب بقى بصلتين كبار يا حبايب قلبي ونخرطهم بقى حلقات كده جوانح جوانح على اللحمة بتاعتنا. بصلتين كبار علشان بصل بيدي سكرة وطعم جميل جدا للشرب. ونجيب برضو مع بعض كده 5 6 فصوص من التوم برضو نحطهم مصححين، او نفلق كده الفص 2. هتقولي لي بتحطي توم في الشوربة؟ هقولك جربي وعند ضمانتي وهتشوفي طعم الشوربة هيبقى شكله ايه. طعمها يبقى تحفة، ما شربتوش قبل كده، وهتحبي كل يوم تعمليها عشان تشربي احلى شوية شوربة. وبقى كمان برضو معانا كده طماطمتين 3 كده مع بعض كده برضو نقطعهم من صاص ونشوح بقى كل الكلام ده كده مع بعض وياخد ويدي كده مع بعضه لما ينزل كده الصوص بتاعه كله كده بتاع الخضار وبتاع اللحمة كده ويطلع كده معانا صوص عسل كده. يكون معانا بقى مية بقى مغلية أو مية ساقعة عادي، لو انت مش عاوزة تغليها براحتك. ونصدم بقى الكلام ده كله كده بالمية بتاعتنا بقى اللي هتعمل لنا أحلى شوربة ممكن تشربيها من شوية اللحمة اللي انت شايفاهم دول. أقسم بالله طعمهم حكاية، وهتأدمنيها ومش هتبطلي تعمليها. لو وصلت معايا لحد هنا عشان خاطر اللحمة الجميلة والشوربة الجميلة دي تحطي لي اللايك بقى وتشتركي معايا حبيبتي. كومنت حلو منك يفرحني ويشجعني عشان يوصلك مني يا رب كل جديد كده. تفعلي الجرس ونزود كده بقى لحمتنا الحلوة ديت وتشوفي بقى بعد ما تطيب معانا هيبقى لونها شكله ايه. ادي لحمتنا الجميلة بعد ما استوت ولونها تحفة، شوربة لا يعلى عليها ولحمة ما شاء الله عليها. طبعا انا غبت عليكم كتير سامحوني، وراجع لكم بقى ان شاء الله بحاجات جديدة، وربنا يعيني ويقويني واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه وكل اللي يفرحكم ويسعدكم. وما تزعلوش مني على التأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.